اللي يحبوا يجربوا الكب كيك هذا الوصفة ليكم، ومستحيل ما يعجبكمش هذه المرة باسكو يجي خفيف مشرب. زينته بكريمة الزبدة ذوقين فاني وشيكولا، وكاين اللي درت لهم كريمة شونتيي مع إضافات خفاف، وزيد محشي بأذواق مختلفة، شيكولا للطلي مع الكرانشي كراميل شوكو. أربحوا نطيبوهم كيف كيف. يحتاجوا 3 حبات بيض يخرجوا لكم بين 12 و 14 حبة، كأس إلا ربع سكر عادي، قرصة ملح وملعقة فانيلا. نطلعهم بالخلاط الكهربائي حتى يوليو بهذا القوام. نضيفوا عليهم نص كاس زيت، نص كاس حليب، وبالفوي برك ندمجهم. الفارينة استعملت كاس ونص نوع تي 45 مع كيس خميرة الحلويات. خلطتهم حتى تجانسوا وفرغت الخليط في هاد لي كيسات. خبطتهم على جل فقاعات الهواء وندخلهم للفرن يطيبوا نار قليلة. من بعد نزيد نحمرهم شوية، ودوكا وقت التزيين درت لهم فتحة كيما هذه وشربتهم بالحليب. هما على كل حال يجيو خفاف، تقدروا ما تشربوهمش. حشيتهم بالكرانشي كراميل شوكو هاولي كيفاش يجي. وكاين اللي درت لهم شيكولا للطلي. غلقت عليهم ورحت نوجد الكريمات. درت كريمة الزبدة فيها 250 غرام زبدة مع 200 غرام سكر ناعم و6 ملاعق كبار بودرة شونتيي. طلعتها حتى ولات بهذا القوام. تقدروا تنحيو شوية لونه ولا تضيفوا شيكولا عليه نتوما وما حبيتوا، هذه الخطوة اختيارية. والكريمة الثانية هي كريمة شونتيي، كاس شونتيي بنص كاس ما طلعتهم حتى تضاعف الحجم. من بعد ضفت شيكولا للطلي. حطيت الكريمات في الثلاجة يحكموا شوية، من بعد نزين بهم لي كاب كيك. نوعت الأشكال وزينتهم. من الأفضل تدخلوهم للثلاجة حوالي نصف ساعة باش الكريمة تجمد شوية. وبصحتكم.